طبعا فرصة نحن نتحدث عما سبق، عن التنظيم، عن المباراة النهائية، عن الثالث والرابع. معي الكابتن عيسى المسمار الصحفي الرياضي. اهلا وسهلا بك كابتن عيسى. اهلا فيك استاذ مصطفى، وسعيد بتواجدي معك للمرة الثانية في هاتكس المونديال. بدأنا كان معنا المنتخب السعودي، واليوم المنتخبات العربية خرجت، لكن لدينا ذكرى طيبة، وهي ذكرى أن المنتخب السعودي هو من فاز على الأرجنتين صحيح، الذي وصل للمباراة النهائية. ولدينا أيضا المنتخب العربي المغربي هو أيضا من وصل إلى الدور مباراة الثالث والرابع. تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟ في البداية بالرغم يعني الحمد لله من المشوار الجميل يعني اللي استمتعنا فيه في المونديال، وكان مونديال رائع وتنظيم جيد، الا اننا حزينين يعني على اقتراب النهائي. يعني نتمنى الاجواء الحلوه يعني تستمر طبعا. نتمنى يعني لو نوقف عقارب الساعه. الامانه يعني الان فعلا المنتخب الارجنتيني تقريبا من 2019 على ما اعتقد 42 مباراه لم يخسر اي مباراه الا المباراه التي كانت امام المنتخب السعودي. فالمنتخب السعودي سجل تاريخ في هذا المونديال. وحتى لو الارجنتين فازوا بكاس العالم انتم علمتوا عليهم يا عيسى. نعم ايوه، هذه هي الميزه اللي يعني حققها المنتخب السعودي. بالاضافه كما قلت استاذ مصطفى يعني ان المنتخب المغربي قدم مستويات رائعه، والان يعني يلعب على المركز الثالث والرابع، نتمنى له التوفيق ان شاء الله وتحقيق المركز الثالث. نعم. كذلك المنتخب التونسي يعني اللي هزم فرنسا نعم. يعني طبعا في النهائي طبعا. فهذه حاجات يعني ايجابيه حصلت في هذا المونديال، او بصمات عربيه في المونديال اللي جالسين. نعم. وان شاء الله تستمر النتيجه الايجابيه، نتمناها ضد كرواتيا ان شاء الله ان المنتخب المغربي ينتصر ويحقق المركز الثالث. تقييمك لاداء المنتخب المغربي؟ يعني هذا الإعجاز، هذا الإنجاز ما قدمه المنتخب المغربي جدا رائع. المنتخب المغربي أنا أعتقد مجرد وصوله للدور الثمانية هنا يعني حقق إنجاز رائع جدا، لكن ما شاء الله يعني استمر الطموح ووصل إلى دور الأربعة. أقصى رونالدو يعني أبكى رونالدو، دموع رونالدو بسبب المنتخب المغربي.